ازيكم يا جماعه. كان نفسي شناوي يبقى ابويا عشان كان عمره ما هيمد ايده عليا. ما بيمدش ايده. هي كده كده هتفضل ايده كده. ما مد ايديك. طب ده دراعك اللي ما اتكسرش. يعني هو احنا عارفين ان هو كتفه الشمال اللي كان بايظ. طب كتفك اليمين ما تمد. كرة صعبة صعبة بس انا عايز حارس. المفروض ده حارس دولي وحارس مرمى منتخب مصر الاول. وبنشوف كورتوا ازاي بيمد ايديه. كورتوا انت المفروض احسن حارس في افريقيا في فترات كتير من تاريخك مع المنتخب والاهلي. مد ايدك. الماتش كما توقعت امبارح هيبقى ماتش زي الزفت والاهلي هيضيع نقاط. هل معنى كده ان الدوري ضاع؟ لا، بيراميدز هيضيع والزمالك هيضيع وكله هيضيع، لكن بالشكل ده وزي ما انا قلت من بدري قوي لازم ما نضيعش نقاط اول ما ابتدى الدوري، علشان مع ضغط المباريات واللعيبه اللي هتروح المنتخب هيحصل اللي احنا شايفينه النهارده. مروان عطيه اللي بلال علام بيقول ان هو احسن لاعب في المباراه، مش ده بلال علام، مش هو ده مروان عطيه. بتكلم على مروان عطيه. مروان عطيه منهك يا جماعه. زيزو من كتر المباريات اللي لعبها جاله شد في العضله الخلفيه. وبعدين انت ما تلعب زيزو مكانه في ناحيه اليمين. زيزو ما بيعرفش يلعب نص ملعب، عمره ما هيصنع لك كوره، عمره ما هيعمل لك مراوغه. هو يلعب ناحيه اليمين عشان تستنى منه العرضيه اللي هتروح لمروان عثمان اللي هو احسن واحد في الاهلي. مروان عثمان وتريزيجيه احسن واحد في الاهلي. والناس اللي بتنتقد، انا شايف على السوشيال ميديا تغييرات المدرب. طب هو هيلعب هادي رياض امتى؟ الجزار هيلعبه امتى؟ بيكهام ما كانش سيء النهارده. الناس اللي بتقول بيكهام ما كانش سيء النهارده. كوكا زي الزفت ومش مكانه. طب انت جايب بالعمري ليه؟ كنت لعبه، كان على الاقل هيبقى احسن من اللي قدمه. كوكا ده ما بيرفعش كوره عدله. دقيقه 10 اتلعبت كوره فاول من على ناحيه اليمين، اترفعت عاديه، دخل مصطفى شلبي. واقف بيتفرج احمد عيد. احنا جبنا احمد عيد ليه؟ ايه الميزه في احمد عيد؟ مصر كده كده ما فيهاش اي باك يمين غير محمد هاني، وشفنا الفرق لما نزل هاني. ما انت عندك ابراهيم الاسيوطي، على الاقل هجوميا الولد كويس وسريع. احمد عيد كان زي الزفت، ولا عارف يوقف الكوره ولا عارف يباظي ولا عارف يتحرك، متلبش زياده عن اللزوم، وهو اصلا مش كويس. انا مش عارف كان بينضم للمنتخب على اساس ايه. هو ما لعبش الا مع المنتخب الاولمبي مع ميكالي، وبرده ما كانش بيقدم اي اضافه هجوميه. الدقيقه 26 اتلعبت كوره خطيره جدا جوه منطقه جزاء الاهلي، شالها بيكهام ببراعه بصدره من على خط منطقه الجزاء. كان المفروض نلبس جونين في الشوط الاولاني. احنا ما هجمناش اي هجمه في الشوط الاولاني. الشوط الثاني الدقيقه 59 تريزيجيه دخل من ناحيه الشمال، عمال يرقص يرقص يرقص، شوطها بقى فتحت الزاويه، قام شايطها في السماء. هو البليسنج، هو ما بيلعبش غير البليسنج. شوطه عاديه. انا نفسي اشوف تريزيجيه يشوط شوطه عاديه. الكوره دي لو كان شاطها شوطه عاديه كانت هتبقى جون. الدقيقه 64 مفيش اي شكل للاهلي، فقام عمل 3 تغييرات مره واحده. نزل هاني مكان احمد عيد، وديانج مكان مروان عطيه، ونزل كميش عصايه الغاليه. كميش عصايه الغاليه مكان كوكا. انا الصراحه شايفه ولا مهاجم ولا بيتحرك ولا بيضغط، وبطيء. بيستلم الكوره كويس ماشي. كان في كوره ناحيه اليمين كان المفروض يلعبها لهاني، حب يكمل بيها. طب انت وتحس ان هو زعلان، نازل زعلان. ما نقدرش ندي انطباع عنه من اول المباراه، لكن الجواب بيبان من عدوانه. مروان عثمان بيتحرك في كل حته وما تعملوش ولا كوره، بيشاكس في كل حته. هو ده المهاجم الاساسي يثبت. هو ده المهاجم الاساسي يثبت لغايه ما جت الدقيقه 79 بعد لعب عشوائي، وبعد ما الدنيا اتغيرت ومسكنا نص الملعب بسبب ديانج. كل اللعيبه متقدمه وديانج عامل زي ما شبه المساحات بتاعت العربيه، بيمسح اي كوره بترتد على الاهلي. وده يوريك ان لا غنى عن ديانج، لا غنى عن ديانج. وكان المفروض تجيب حامد حمدان، لان انت ما فيش اي بديل لديانج ومروان عطيه. طب هتعمل ايه لو حد فيهم اتصاب؟ واحنا داخلين على معجنه في شهر 2. الشهر ده داخلين على معجنه، واديك ضيعت ماتش سهل اهو قدام البنك الاهلي. البنك الاهلي ما كانش جامد النهارده على فكره، كان سهل جدا تكسبهم 1 و2 و3، لكن هتعمل ايه بقى في التكتلات اللي موجوده؟ وبن رمضان اللي نسى الكوره، جه من تونس نسى الكوره، ما لعبش غير كاس العالم للانديه، وغير كده ما قدمش اي حاجه. اللهم الا ماتش فاركو الاولاني اللي كسبناه 4. ايه اللي حصل للواد ده؟ كده مش هيروح منتخب تونس اصلا. دقيقه 79 تريزيجيه يواصل ابداعه،
تريزيجيه كان بيدافع كويس النهارده، كان عنده جرينتا وعمل كرة عالمية، لم في ناحية الشمال رقص واحد والتاني ولعب البليسنج بتاعه برضه، بس المرة دي لبست في الجون الاول. بقى انا قلت الاهلي هيركز وهيضغط وهنشوف هجمات كتير، وما حصلش ده، كله استحواذ من بره منطقه الجزاء، وما تحس مفيش جمله اللعيبه حافظاها، مفيش جمله اللعيبه حافظاها. بن شرقي هو الوحيد اللي بتطلع الكره من رجله صح، والدنيا فرقت لما نزل محمد هاني. طبعا محمد هاني احسن باك يمين في مصر، هو والشيبي في بيراميدز احسن باك يمين في مصر، لا غنى عنهم. كان نفسي يريح الماتش كله النهارده، بس هتعمل ايه؟ وبعدين انت هتدخل امتى المدافعين هاني رياض والجزار وكل اللعيبه اللي انت جبتها دي؟ ما انت احنا قلنا خلص اللعيبه من شهر 12 عشان يبتدوا من اول شهر واحد، انت خلصتهم كلهم في اخر شهر واحد. عقبال ما هيخشوا ويندمجوا في الفريق هيكون الدوري ضاع وهتكون افريقيا ضاعت. انت كده هتاخد افريقيا؟ انت هتروح تلعب في الجزائر بالشكل ده؟ هترجع تلعب الجيش الملكي ماتش فاصل في القاهره بعد الشحن اللي حصل بين جمهور مصر والمغرب بالشكل ده؟ وبعدين انت لبست نفسك بموضوع امام عاشور بسبب عقده، هو ده الزتونه، بسبب عقده، والراجل متسلم للاعلام وكل شويه. ده النهارده مهيب عبد الهادي بيقول لك جاي له عرض من باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان مين يابا؟ بتاع فرنسا؟ هيجيب لي امام عاشور؟ هيسيب كل اللعيبه اللي في اوروبا دي وهيروح يجيب امام عاشور؟ طبعا ما انت هم هيقعدوا بقى كل يوم يفسوا، وكل يوم بقى يقول لك بقى ده شتم صالح سليم وزيزو وفلوس زيزو واوضه اللبس والفلوس، وتطلع الاخبار ان الاهلي بقى خلاص مش هيكرر اللي حصل في موضوع العقود، وانت بقى مستني امام عاشور تجدد له بعد كاس العالم، يتالق بقى في كاس العالم وتجدد له. واللي يقول لك بقى جاي له عرض ب 4 مليون دولار في السنه في الدوري الامريكي، كلهم من الصحفيين بتوعك انت. شباب ابو المعاطي زكي النهارده بيقول لك الحقيقه الاهلي جاي له 8 مليون دولار من امريكا وامام عاشور جاي له 4 مليون دولار في السنه، يعني 200 مليون جنيه في السنه. انت متخيل؟ مستني بقى لحد امتى؟ مستني لحد امتى؟ كابتن وليد صلاح الدين ايه اللي بيحصل؟ لا يا جماعه. وبعدين يستر بالنهارده، بعدين تغيير الطاهر، انت مروان عثمان هو اللي شغال لاخر المباراه وهو اللي بيتحرك وبيفتح لك الخطوط في دفاع البنك الاهلي، تطلعه وتنزل لي اللي بيشلني اللي بيجلطني اللي هيموتني. طاهر محمد طاهر بتلعبه مهاجم، طب انت خليت محمد شريف في القايمه ليه؟ ما هو اي مهاجم وخلاص. ليه نزلت طاهر مكان مروان عثمان؟ وعصايه الغلايه اللي احنا جايبينها كميش ده شكله تعبان يا جماعه. ده لعيب ما بيجريش ولا بيضغط ولا بيحجز. هو ده البروفايل اللي انت قاعد تجيبه شبه بروفايل وسام ابو علي؟ فين بقى ابراهيم دياباتي وكل اللعيبه اللي انت ذكرت اسمها من شهر 10 لحد النهارده 4 شهور وانت بتتكلم على مهاجمين ما جبتش منهم ولا حاجه؟ صفر كبير، صفر كبير الماتش ده، وموسم هيضيع ولا تخيل لما تخسر الدوري بكل الفلوس اللي انت صرفتها اول السيزون وفي يناير على اللعيبه دي كلها. تخيل. هتقول تريزيجيه لا يلام، بن شرقي لا يلام، صفقتين لوز اللوز، انما باقي اللعيبه ضايع. الشناوي كمان وجوده بيصدر طاقه سلبيه، حتى لو الجون مش غلطته. الجون اللي دخل فيه صعب على فكره، بس عشان احنا لنا سوابق معاه ما بيمدش ايده وما بيحاولش، فخلاص اي جون هيدخل في الشناوي هنقول غلطته. لدرجه ان الجون اللي دخل فيه من وادي دجله ناس قالت ان هو غلطته وهي كوره مستحيله، بس شبه مستحيله. لكن الجوان العظام بيشيلوا كور صعبه، زي ما الشناوي عمل اول ما ابتدى مع الاهلي، كان بيشيل كور خرافيه. انما دلوقتي ضايع، مفيش ثقه فيه. انت النهارده بتدور ماتش شوبير وماتش الشناوي، وانا قلت في الفيديو بتاع الشناوي وشوبير واحذر يا جمهور الاهلي ان هتحصل مشكله، هيجي عليك وقت لازم هتثبت واحد من الاثنين. معلش مع احترامي لتاريخ الشناوي وانه ابن الاهلي وبتاع، عشان ناس كتير قالت بص بقى الفرق بين امام عاشور، بص بقى الفرق بين ولاد الاهلي والشناوي اللي ضحى بفلوس، اللي ضحى لاجل وطنه، اللي ضحى حبيبي لاجل وطنه. انا هعمل له ايه الشناوي؟ هعمل له ايه الشناوي؟ يعني هعمل له ايه؟ ما هو بيقبض فلوس، كان راح النصر السعودي. انت هيضيع مني كل البطولات. وجوده مصدر طاقه سلبيه، الدفاع ما بيقدرش يلعب له الكوره عشان خايف ان هو ما بيعرفش يطفش وما بيعرفش يلعب برجله، ولا بيلعب برجله ولا بيلعب بايده. طب انا هعمل ايه؟
هو يشيل الكور اللي تحت العارضه لو حصل انفراد، كور قريبه ماشي. الكور العرضيه كمان ما بيطلعش عليها رغم طوله الفارع ده. شوف شوبير بيطلع بثقه ازاي، والجون اللي بيخش فيه بيبقى جون صعب. ثبت بقى شوبير بدل ما هتبوظ العلاقه بين الاثنين، وفي الاخر انت بتستثمر في الشناوي ان هو يبقى مدير كوره في يوم من الايام، في الاخر نهايته هتبقى مش حلوه. في الاخر نهايته هتبقى مش حلوه مع النادي، وهتعمل علاقه سيئه ما بين الشناوي وبين الفريق، وهتضيع كل تاريخه، وهنلبس كلنا، واللي هيلبس اكتر المنتخب. انا مش عشان خاطر الشناوي عايز يلعب كاس عالم، لا، المنتخب اهم من الشناوي. المنتخب اهم من الشناوي، هو يروح المنتخب لانك مصر كده كده ما فيهاش جون عدل، ما فيش الا هو وشوبير. وانا من رايي كان حمزه علاء الصراحه، وقلت ده كتير، ده حارس موهوب، واكبر دليل على كلامي ان هو اللي بيخش القايمه ومش سيحه. انا يعني مش زعلان لان انا كنت متوقع، وبرده الدوري لسه بدري عليه لان كله هيضيع نقط، لكن لازم يبقى في طريقه لعب واضحه. انا دلوقتي فهمت ليه بيلعب بديانج ومروان عطيه، عشان يقفل نص الملعب، عشان ما يحصلش عليك مرتدات، عشان اللعيبه اللي قدام سنهم كبير يقدروا يتحركوا. انا قلت يا مروان عثمان ده جو اهو ادانا نافذه، واحد يعرف يتحرك، بيتحرك وبيفتح مساحات ومحدش بيصنع له كوره. ما تخيل ده ثالث ولا رابع ماتش يلعبه مروان عثمان، رابع ماتش يلعبه مروان عثمان ما تصنعلوش الا الكوره بتاعت امام عاشور. دلوقتي بقى انت هتشمت لا اله الا الله فينا ان امام عاشور هو الفرقه. افرض امام عاشور احترف، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وبين رمضان بقى دي شغله الجهاز الفني. لو هيفضل كده انا مش معقوله يبقى اللعيبه الاجانب كلهم قاعدين احتياطي. مش معقوله جايب الباك الشمال بتاع الاحتياطي بتاع منتخب المغرب وما بيلعبش بالعمري، بيقول لياقته مش مكتمله. ده لسه جاي من كاس الافريقيه. يعني ايه لياقته مش مكتمله؟ لاعب لغايه اخر ماتش مع الرجاء البيضاوي المغربي. يعني ايه لياقته مش مكتمله؟ لو المدرب مش مقتنع بيه، طب انت جايبه ليه؟ والمهاجم ما تحط 3 4 5 مليون دولار وجيب مهاجم، ما انت بايع وسام ب 9 مليون دولار. شفنا كميه بروفايلات مهاجمين جامدين وهجامين. انا بقول لك ان هو مش نافع، ده نازل واقف، ده عايز يقف في منطقه الجزاء وتلعب له كور عرضيه، وبعدين جاي من اهي دوري، هو دوري المجري ولا الدوري مش عارف ايه اللي ما فيهوش تنافسيه، ده جراديشار برقبته. انا حتى من الفيديوهات اللي شفتها له ما كانش عاجبني، مسلوع كده وشبه عصايه الغاليه. والله ما بذمش فيه، يا رب يطلع انا غلط، لكن مروان عثمان هو اللي يستمر من المنظر اللي انا شايفه ده، من المنظر اللي انا شايفه ده. وتريزيجيه، شوف تريزيجيه المنقذ اللي انا قلت عليه اعلى بروفايل داخل افريقيا. بص شايف انت تريزيجيه ده لو هتعمل ايه لو اتصاب؟ حسين الشحات كالعاده، هو كان بيلعب فين النهارده؟ حسين الشحات في نص ملعب ولا وينج يمين ولا وينج شمال؟ تعرفش دوره كان ايه النهارده؟ وادواره الدفاعيه قلت لان سنه كبر. اعمل لايك وسيب كومنت وغز الجرس. اخي سلام.